طيب بالنسبة لقارة آسيا، عايزين نتكلم برضه على أهم التضاريس الموجودة فين. زي ما احنا عارفين في قارة آسيا، سواء بالنسبة للجبال وبالنسبة للهضاب وبالنسبة للأنهار، السهول الساحلية والسهول الفيضية. طب هنحاول برضو نرسم قارة آسيا يا جماعة، ونحاول إن احنا دايما نتعود الرسم زي ما قلنا، علشان نوزع عليها الجزء بتاعنا اللي احنا. طيب ده بالنسبة لقارة آسيا يا جماعة. يبقى اللي قدامنا دي مين؟ آسيا، المعلمة الكبيرة بتاعت القارات. زي ما احنا عارفين هي أكبر القارات في آسيا. فين يا مريم؟ اهي قدامك اهي. هي دي اللون، يعني لو رسمت هنا هتلاقي هنا أفريقيا، لو طلعنا هنا هنلاقي أوروبا. فتلاقي دايما الثلاث قارات دول مرتبطين ببعض يا جماعة. خلاص، زي ثلاثة أصدقاء كده ما بيفرقوش بعض، كتلة واحدة مرتبطة ببعضها. خلاص. طب ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لآسيا. عايزين نتكلم على الجبال يا جماعة. قال لي آسيا بالنسبة لي الجبال بتاعتها، قال لي عندي مجموعة من الجبال في الغرب، ومجموعة من الجبال في الوسط، ومجموعة من الجبال في الشرق. يبقى جبال في الغرب، وجبال في الشرق، وجبال في الوسط. طيب فين الجبال في الغرب يا مستر؟ قال لي عندي هنا جبال اسمها جبال طوروس. جبال ايه يا جماعة؟ طوروس. خلاص. طيب وعندي جبال طوروس وجبال بانس. ادي طوروس، وفوق هنا جبال ايه؟ بانتس. خلاص. طب وعندي هنا جبال زاجروس، اللي هي على الخليج العربي اللي اتكلمنا عليها في سنة تانية. يبقى دول اهم الجبال الموجودين فين يا جماعة في الغرب؟ جبال طوروس وجبال بانتس، دي اللي هي يعتبروا في دولة تركيا. لو جينا نحدد مكانهم، دي في دولة ايه؟ تركيا. انما جبال زاجروس دي في ايران. دول موجودين فين يا مستر؟ دول في غرب القارة اهو، بانتس وطوروس وزاجروس. سليم سليم يا مستر. طيب عايزين نعرف الجبال اللي في الوسط. قال لي يا مستر عندنا في وسط افريقيا، قال لي عندي سلاسل جبال الهيمالايا. فين؟ قال لي اهي يا مستر، في سلاسل جبال الهيمالايا. اسمها ايه يا جماعه؟ الهيمالايا، اللي انت كنت بتسالي عليها يا مريم، أو تقريبا مش عارف مريم ولا منى، بتسالني عن الاعلى قمه جبليه في العالم. مش عارف واحده فيكم كانت بتسال اللي هي فيها اعلى قمه جبليه، اللي هي قمه جبل افرست. يبقى جبال الهيمالايا دي في وسط آسيا، وبها أعلى قمة جبلية في العالم يا جماعة، اسمها إيه؟ قمة جبال أفرست. طب أمال مونتي بلان؟ قال لي مونتي بلان اللي قلنا في جبال الألب، دي أعلى قمة جبلية في أوروبا، إنما في العالم كله قمة جبل أفرست. دي ارتفاعها كام يا جماعة؟ قال لي 8848 متر. دي ارتفاعها. إنما جبل مونتي بلان اللي في أوروبا ده كان ارتفاعه 5000 متر. خلاص يا جماعة. ده بالنسبة لمين؟ قال لي ده بالنسبة للجبال. قال لي في جبال تانية؟ قال لي أيوة. قال لي زي جبال اسمه جبل كينلين وتان شان. كينلين؟ قال لي أيوة. قال لي آدي جبل كينلين، وادي هنا تان شان قريبة من جاكي شان. خلاص. يبقى جبل
الهيمالايا دي في الوسط، وعندي جبل كينلين وجبل تان شان. طب محمد ايه سؤالك؟ انا لسه ما سألتش حاجة، يعني سؤالك ايه؟ اتفضل. مثلا ممكن بس حضرتك تقول لي يعني جبل الهيمالايا جواه جبل أفرست؟ لا، دي مجموعة اسمها جبال الهيمالايا، فيها اعلى قمة جبلية، فيها جبل كبير جدا اسمه جبل افرست. يعني دي سلاسل جبال اسمها الهيمالايا، من ضمن الجبال الموجودة فيها جبل ايه؟ افرست، اللي ده اعلى قمة جبلية في العالم. ماشي يا منى. يمكن تان شان ده اخو جاكي شان ولا زكي شان؟ جميل جدا. طيب، في جبال في الشرق يا جماعة، اللي هم ايه بقى؟ في شرق القارة قال لي جبل اسمه خنجان. ايه يا مستر خنجان وشاكيشان واذربيجان والكلام ده؟ دي اسمها جبل ايه؟ خنجان. جبل خنجان ولا خان الخليلي؟ لا، خنجان. وجبل تاني وجبال اليابان يا جماعة، ثلاث الجبال اليابان. خلاص، دي اهم الجبال الموجودة فين في الشرق. هقولهم تاني: في عندي في الشرق وفي الوسط وفي الغرب. ماشي يا منى. يعني تيان مش شان، مش تان. حاضر، تيان شان، عشان منى ما تزعلش. يبقى اهم الجبال عندي يا جماعه، في الشرق جبل خنجان وجبال اليابان، في الوسط جبال الهيمالايا وجبل كينلين وجبل تيان شان، وفي الغرب جبال بانتس وجبال طروس وجبل زاجرس. طب قولهم لي تاني يا منى لو سمحتي بقى. جبال الاول طوروس وبنطس وزبرس. الاول دول في الغرب ولا في الشرق؟ في دول في الغرب ولا في الشرق؟ في غرب القارة. وجبال هيمالايا وأفرست، وجبال كينلين وتيان شان في الوسط. وفي الشرق جبال خانجان برافو، وجبال برافو، اليابان. جميل قوي. بنحيي منى. طب شوف فادي عايز يقول ايه. اتفضل يا فادي، يمكن في اضافه عايز يضيفها. ايوه يا فادي اتفضل. فادي انا مش سامعك. مستر في الوسط جبال التاي. في الوسط برضو ولا في الشرق؟ اه، في الوسط ولا في الشرق؟ في الوسط ماشي. مع يبقى في نوع كينلين تاني من وتيان شان. الجبال اسمه جبل. اصل في تيان شان وفي تان شان، وفي جبل التاي اللي هو فوق اهو برضو يا جماعه. جبل التاي هنا اهو، دي في الوسط برضو يا جماعه. جبل التاي مش الشاي. ساعة دول بس انا عايز اشرب شاي قوي. ده اسمه جبل التاي، ده موجود فين؟ في الوسط. خلاص، شكرا يا فادي. نقولهم تاني عشان خاطر فادي برضو. اه ماشي يا منى. يبقى انا كده عندي يا جماعه جبال في الغرب جبل طروس وبانتس وزاجرس. جبال في الوسط الهيمالايا اللي فيها اعلى قمه جبليه في العالم، قمه جبل افرست وتيان شان والكينلين والتاي. اللي في الشرق جبال خنجان وجبال اليابان. جميل جدا، كويس كده يا مستر. طيب، بالنسبه للهضاب، قال لي يا مستر اللي عندي هضبه جميله جدا اللي هي اسمها هضبه التبت. مش التت بقى، لا، اسمها هضبة ايه؟ هضبة التبت. محدش يقول لي التت، لا التبت. قال لي يا مستر دي من اعلى هضاب العالم. خلي بالنا عشان في سؤال في الهضبة دي. الهضبة دي اعلى هضاب العالم، والارتفاعها الكبير جدا يا جماعة بيسموها سقف العالم. بيسموها ايه؟ سقف العالم. ليه بقى بيسموها سقف العالم؟ احنا عارفين السقف دايما في البيت
لو بصيت طبعا انتوا قاعدين كلكم دلوقتي ولا حد فيكم واقف؟ كلنا قاعدين. طب لو بصيت فوق هتلاقي سقف البيت اللي انت قاعد فيه او سقف الاوضه، او السقف ده اعلى حاجه في البيت، صح ولا لا؟ مش اعلى حاجه في البيت السقف؟ لا دول يا مستر، ده في الدور الثاني ولا الثالث. لا انا بالنسبه لو هقول بيت دور واحد مثلا يبقى اعلى حاجه فيه السقف. فهضبه التبت دي سقف العالم. ليه؟ لو جيت في الامتحان يقول لي بما تفسر. تعتبر هضبه التبت سقف العالم، قال لي لارتفاعها عن قمم الجبال يا جماعه، لانها هضبه مرتفعه جدا جدا جدا. خلاص، ادي هضبه. طيب، قال لي عندي كمان هضبه اسمها هضبه الاناضول، دي في تركيا. هضبه الاناضول اللي هي بين جبال طوروس وجبال بانت. خلاص. طب في هضاب تانية؟ قال لي ايوه. قال لي يا مستر عندي في في وسط الهند، قال لي هضبة اسمها هضبة الدكن. هضبة الدكن؟ قال لي ايوه. طب مونيكا ليه ما بسميهاش هضبة؟ ليه ما بسميهاش كيف تسمى هضبة بما انها اعلى من الجبال؟ بسبب تكوينها يا منى. سؤال جميل. يعني مونيكا بتقول لي يا جماعة، حضرتك بتقول يا مستر انها اعلى من الجبل، طب ليه ما سميتهاش جبل مثلا التبت؟ لان في شكلها عبارة عن هضبة، انها جزء مرتفع مستوي او شبه مستوي يا مونيكا. هي بتاخذ شكل الهضبة المرتفعة واللي هي زي الترابيزة كده. ملاحظة جميلة قوي من مونيكا يا جماعة. ليه يا مستر انت حضرتك بتقول هي سقف العالم لانها اعلى من مرتفع عن قمم الجبال؟ قلنا ايوه. ليه؟ لان في تكوينها يا مونيكا هضبة، يعني عبارة عن جزء مستوي او شبه مستوي. شكرا، يعني انا بشكرك يا مونيكا على سؤالك وملاحظتك الجميلة دي. خلاص. عندي هضبة كمان يا جماعة، هضبة الدكن. دي فين؟ في الهند. يبقى انت عندي هضبة التبت اعلى هضاب او سقف العالم، وهضبة الاناضول دي في تركيا، وعندي هضبة الدكن، وعندي كمان هضبة شبه الجزيرة العربية. الجزيرة العربية دي هضبة يا جماعة منطقة مرتفعة، فبيسموها هضبة شبه الجزيرة العربية. خلاص. طب فادي قولهم لي تاني لو سمحت، اهم الهضاب لو سمحت. تتمثل في هضاب وسط آسيا التي تتشابك مع بعضها، وتحددها سلاسل جبلية ضخمة ومرتفعة، من أكبرها هضبة التبت، وهي أعلى هضاب العالم وتعرف بسقف العالم لارتفاعها عن قمم الجبال، وتوجد في وسط القارة. ومن الهضاب الأخرى هضبة الأناضول في تركيا، وهضبة الدكن في وسط الهند، وهضبة شبه الجزيرة العربية. جميل أوي، شكرا ليك يا فادي. يبقى ده بالنسبة لي أهم الهضاب يا جماعة. مريم إبراهيم بتقول لي يعني إيه أعلى من أفرست؟ لا يا مريم، لأن تكوين جبل أفرست كقمة جبلية هو أعلى من الهضبة، ولكن أنا بتكلم عن هضبة التبت بالنسبة للهضاب الثانية، لأي هضبة تانية موجودة في العالم كله. المقارنة بينها يا جماعة وبين الهضاب الموجودة سواء زي هضبة الصحراء في أفريقيا، أو هضبة الصحراء الشرقية، أو هضبة البحيرات الاستوائية، أو هضبة الدكن، أو هضبة شبه الجزيرة، فهي أعلى الهضاب يا جماعة. ولكن بالنسبة لجبل أفرست ده أعلى الجبال في العالم كله. خلاص. طب سؤالك يا لؤي إيه؟ اتفضل. ممكن هو يعني عايز بس أعرف طولها قد إيه؟ طول هضبة التبت دي قد إيه؟ لا مش عايزين ندخل يا جماعة، انتوا بتحاولوا تصعبوا المسألة على نفسكم ليه؟ يعني هو بيقول لي معلومة، قال لي قمة جبل أفرست وقال لي ارتفاعها، خلاص أحفظه. طب ما احاولش بقى ان انا اتعب نفسي واقول له التبت قد ايه، طب الدكن قد ايه. هي هضب ارتفاعها ايا من كان ارتفاعها هي هتكون اقل. بس الحاجة اللي مميزة ليها يا جماعة، دي كلها دول. ما تفكرش ان الهضبة دي ده دول يا جماعة موجودة في المكان ده. يعني مكان الهضبة دي يا جماعة هناك دول كتيرة جدا من دول آسيا موجودة فيها في منطقة هضبة التبت. قال لي أيوة، ويمكن كلها بتشغل أجزاء من الصين يا جماعة.
يعني كلها بتشغل أجزاء من الصين. يمكن الهضبة، طب احنا عارفين ان الصين يمكن من اكبر دول العالم سكانا. يعني هل تتخيلوا ان الهضبة دي ما فيهاش سكان؟ ان الجزء ده ما فيهاش مدن صينية؟ ما كلها مدن وعايشين فيها. فهو ارتفاعها كهضبة بالنسبة لهضاب العالم كله هضبة اعلى الهضاب. خلاص. طب سؤالك يا محمد، اتفضل. مثل حضرتك دلوقتي بتقول إن هضبة الست دي طالعة بسقف العالم لارتفاع عن قمم الجبال، وحضرتك قلت في نفس الوقت إن جبل أفرست ده جبل، يبقى المفروض إن هضبة الست تكون أعلى من جبل أفرست، صح ولا لأ؟ لا، انا عنصر المقارنة هنا يا محمد بيكون بين هضبة وهضبة، ما قارنش بين هضبة وجبل. ينفع يا جماعة؟ ما ينفعش. لازم فحضرتك قال مقارنتي بين الارتفاع هضبة، عن قمم الجبال. الارتفاع عن بعض قمم الجبال وليس قمة جبل أفرست. ما هي ليه سقف العالم؟ هي في ارتفاعها هي بتتجاوز العديد من القمم الجبلية، زي ما ممكن أعلى من جبل كينلين، بس في تكوينها فيها هناك بعض المدن، الدول أو المدن الصينية بأجزاء من الصين وناس عايشة عليه. تمام خلاص. كده مثلا يبقى المقارنة هنا، خلاص يبقى المقارنة هنا لازم أقارن بينها وبين الهضاب ببعضها البعض، ما أقارنش بين هضبة وجبل، لا ما ينفعش. أنا قلت من حيث الجبال جبل أفرست ده أعلى الجبال الموجودة في الهيمالايا. هضبة الست دي أعلى الهضاب، ويمكن أعلى هضاب العالم كله، فعشان كده بيسموها بسقف العالم لأنها بتتجاوز العديد من القمم الجبلية. طب نتكلم بقى عن السهول. فقال لي عندي سهول ساحلية اللي هي حوالين البحار والمحيطات يا جماعة. يعني عندي هنا المحيط الهادي، ادي المحيط الهادي، وهنا طبعا المحيط الهندي، وهنا المحيط القطبي الشمالي. يبقى اذا في هنا سهول ساحلية، قال لي ايوه. فنخلي بالنا من النقطة دي. ففيها سهول ساحلية، قال لي ايوه. وقال لي برضه حوالين بحر قزوين. يعني لو جيت بصيت هنا هلاقي هنا بحر قزوين. قال لي المناطق السهول اللي حواليه دي اسمها سهول برضه ساحلية. طب نتكلم عن السهول الفيضية يا جماعة. السهول الفيضية اللي هي حوالين الأنهار. طب إيه أهم الأنهار الموجودة عندي بقى؟ قال لي يا مستر في عندي سهول أنهار الشمالية أو اسمها أنهار سيبيريا، دي في شمال آسيا. دول 3 أنهار، إيه هم؟ قال لي نهر أوب وينسي ولينا. نهر إيه يا جماعة؟ أوب ونهر ينسي. والأنهار دي على فكرة بتنحدر من الجنوب إلى الشمال. يعني ايه؟ يعني بتصب في المحيط القطبي الشمالي. وعلى فكرة كمان هذه الانهار متجمدة. خلاص. ليه؟ لانها في المنطقة القطبية يا جماعة. ففي هنا سهول فيضية حواليها، قال لي ايوه. ولكن الانهار دي يا جماعة متجمدة معظم ايام السنة لانها في المنطقة الايه؟ القطبية. خلاص يا جماعة. طيب في برضو في شرق القارة نهر اليانجتسي ونهر منشوريا. يبقى في هنا برضو سهول، اللي هو سهل ايه يا جماعة؟ سهل منشوريا، ده في الشرق. خلاص. وفي عندي برضو سهول نهر اليانجتسي. نهر ايه؟ يانجتسي. يبقى سهول نهر منشوريا او سهل منشوريا ده في الشرق هو واليانجتسي. طب سؤالك يا محمد، اتفضل. مستر هو حضرتك لينا وينسي وأوب دول في الشمال، ولا حضرتك بس كاتبهم فوق كده عشان يبانوا؟ لا، انا بقى اما باجي ارسم مش بكتب في حته في اللبان، انا بكتب في موقعها فين حته في القاره يا جماعه. دي موقعها دي اسمها السهول الشماليه، سهول سيبيريا الشماليه. منطقه سيبيريا دي منطقه قطبيه، فدي السهول الشماليه يا جماعه.
ودي قلنا انهار متجمده معظم شهور السنه. اوب، وخلي بالكم مش من اليمين للشمال، لا من الشمال لليمين، اهي اوب يانسي لينا. في الشرق سهول منشوريا وسهل نهر اليانجيتسي. تمام. وحضرتك قلت إن النهر ده بيمتد من الشرق للغرب ولا غرب للشرق؟ هو ايه؟ لا، الانهار دي من الجنوب الى الشمال. شوف السهم رايح فين اهو، من الجنوب رايح الى الشمال، يعني بتصب في الشمال في المحيط القطبي، بتبدا من الجنوب وهي رايحه على بتنتهي في الشمال. تمام، شكرا يا مستر. العفو. طب في انهار تانية؟ قال لي ايوه، انهار اللي هي سهل نهري دجله والفرات. ادي نهر دجله وادي نهر الفرات اللي هم في العراق اهم يا جماعه، اللي هم بيصبوا في الخليج العربي، اللي هم عاملين زي الشوكه دي، الشوكه الرنانه. خلاص، دي نهر دجله ونهر ايه يا جماعه؟ ونهر الفرات. خلاص، دول بيصبوا فين؟ قال لي يا مستر في الخليج العربي. قال لي عندي كمان نهر اسمه نهر السند. فين نهر السند؟ اهو، اللي بيصب في المحيط الهندي. نهر. خلاص، قال لي ايوه. قال لي عندي كمان نهر اسمه نهر الجنج. فين نهر الجنج؟ اهو، اللي بيصب في خليج اسمه خليج البنغال. الخليج ده اسمه ايه؟ خليج البنغال. هو حد يقول لي خليج البغال؟ لا، البنغال. النهر ده اسمه نهر ايه يا جماعه؟ قال لي يا مستر نهر الجنج. الجنج.